قرار النهارده من وجهة نظري الشخصية كويس جدا لفئة كبيرة من الشباب. البنك المركزي المصري النهارده وجه البنوك المصرية ان هي توافق على فتح حسابات الشباب للشباب اللي عمرهم من 15 سنة بدلا من 16. يعني لو انت عمرك من اول 15 طبعا لازم يكون معاك بطاقة تقدر تفتح حساب بنكي، ومش بس كده، ده انت تقدر تفتحه بدون موافقة ولي الامر. يعني مش شرط يجي معاك الوالد او الوالدة او اي وصي قانوني عليك، يكفي بس ان انت يكون معاك بطاقتك ويكون معاك اثبات محل سكن، وصل ميه او نور. وبعض البنوك كمان بتطلب اللي هو اثبات ان انت تكون طالب فين. طبعا استنادهم للخبر ده كان على القرار انه البطاقات الشخصيه بقت من 15 سنه بدلا من 16 سنه. وانا اصلا كنت شايف ان هم اتاخروا جدا في القرار ده، لان هم اكيد ملاحظين انه بقى فئه كبيره جدا من الشباب بقوا فريلانسر من سن صغيره، فهم عايزين يغطوا اكبر فئه ممكنه من الشباب. ففي مصلحه كويسه للبنك لو في حواله جايه من بره، هو في رسوم دوريه للحساب وفي مصاريف سويفت، وفي نفس الوقت الشباب ما يتعطلوش ان هم يشتغلوا براحتهم، بدل بقى ما يستعين بحد من اهله يكون عنده الحساب ويتعامل بيه لحد ما يوصل للسن القانوني. بس طبعا لحد دلوقتي الفتح هيبقى بحسابات بالجنيه، ما توضحش بقى حسابات الدولار هيبقى نظامها ايه، لكن اغلبيه البنوك من 18 او من اول 21 سنه. لكن كلامنا دلوقتي على حسابات بالجنيه، فانت لو هتجيلك حواله اجنبيه هتدخل بسعر الصرف الرسمي وتتحول للجنيه المصري وتقدر تسحبها عادي. توقعوا بقى الفتره الجايه اغلبيه البنوك هتبتدي تعدل على صفحاتها الرسميه موضوع العمر، وكل ما بنك هيصدر قرار او يعدل الشروط بتاعته هبتدي انزلها لكم. لكن انا ابتديت لكم الخبر من البدايه، وخلي بالكم انه الخبر ده نزل رسميا على صفحات موثوقه على الفيسبوك زي مباشر بنوك مصر وزي اسال بنكي. هتلاقوني سايب لكم في وصف الفيديو مقاله فيها كل تفاصيل القرار ده. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.